بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو ونشاط وحيوية وطاقة إيجابية جديدة، ويلا بينا نسمي بالرحمن ونصلي على الحبيب المصطفى وندخل على فيديو النهارده بقلب جامد. ويا ريت ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو، اشتراك لو لسه أول مرة تشوفوني. بحبكم في الله، كل سنة وانتم طيبين. عندنا روتين متين ابن 60 في 70. صلوا بينا على الحبيب المصطفى واذكروا الله، ويلا بينا نبدأ يومنا على بركة الله. وزي ما انتم شايفين عندنا يوم حماسي زي الفل بالصلاة على النبي. وكمان ايه، طول النهار طالعين نازلين شايلين حاطين. بصوا اتهلكت النهارده ما شاء الله تبارك الرحمن. في اول اليوم كده حبايبي، والدتي ربنا يديها الصحه والعافيه بعتت لي حاجه السوق، فبدات ان انا ايه اطلعها بقى عشان استفها مكانها. لكن التلاجة كانت محتاجه بقى غسله محترمه متينه. اللهم صل على الحبيب المصطفى. الفيديو اللي قبل اللي فات قلت لكم عندي التلاجة كنت عايزه اغسلها، بس اجلتها ليوم السوق لحد ما ايه حاجه السوق تيجي كده ونرتبها مع بعض. فاللهم صل وسلم وزيد وبارك على الحبيب المصطفى. زي ما انتم شايفين حاجة المحشي، لان ناوية اعمل ان شاء الله باذن الله يا ولاد محشي ومشكل كمان يا فرج الله. وعندنا شوية فاكهة برضو محترمين، وعندنا طماطم وعندنا فلفل وليمون وهيصة وزنبليطة. ربنا يبارك لي في امي ويديها الصحة والعافية يا رب، وما نحرمش ابدا من وجودها. بصوا يعني امي حبيبتي ما نحرمش منها ابدا. هنمسك التلاجة نديها حمية العيد زي ما بنقول. ما عملتش في التلاجة دي روتين من يوم ما اجت غير مرة او مرتين، يعني مش فاكرة والله. لكن هي على ما اتذكر هي مرة واحدة روتين عميق فيها، ودي تاني مرة. لان بصراحة انا بخاف على التلاجة دي، الحب اللفلفة كلها التلاجة دي انا من حب فيها ما بنامش الليل. اي والله. كنت في السعودية وكان تنبيه الأول والأخير على التلاجة، محدش يجي جنب التلاجة يا رضوى، ملكيش دعوة بالتلاجة. ليه بقى؟ لأن التلاجة دي كانت حلم بالنسبة لي. فلما في حلم انت بتسعي وتجتهدي عشان توصلي له، فتخافي عليه وتحافظي عليه، لأنه بيكون جاي بالتعب مش جاي بالساهل. الحاجة اللي بتكون جاية بتعب ومجهود وكانت حلم وهدف انت بتوصلي له، يعني بنحافظ عليها يمكن بروحنا. يمكن كلامي هتقولوا يا ده كله عشان التلاجة كانت حلم وكان هدف عندي ان انا اجيب تلاجة بابين او 4 باب في يوم من الايام. وعشان كده انا بحب التلاجة بتاعتي. بصوا، اي حاجة في بيتي اي حاجة في مطبخي انا جايباها كانت بالنسبة لي حلم. انا ما اضحكش عليكم، اي جهاز مفرمه تلاجة بوتاجاز بلتي ان، اي حاجه من اللي انتوا شايفينها دي. وبفضل الله عليا الحمد لله رب العالمين، بفضل الله عليا كل احلامي وبسعي واجتهادي انا وزوجي الحمد لله احلامنا بتتحقق. اللهم لك الحمد. فعشان كده انا بحب حاجتي وبخاف على حاجتي فوق ما تتخيلوا، فوق ما تتخيلوا، لان جايه مش جايه بالساهل. والله العظيم ما في اي حاجة في بيتي ولا اي جهاز عندي جاي بالساهل، جاي بتعب وبمجهود. وكنت بقول يا امتى ربنا يكرمني واجيب كذا واجيب كذا. لما ربنا كرمني بكرمه العظيم وفضله علينا، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. جبت اللي كان نفسي فيه كله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا يرضيكم ويحقق لكم كل اللي في بالكم وكل آمالكم، ويرضينا في ولادنا اللهم امين. ليه بتقولي كده يا حاجة حنان؟ عشان قد بس شوية طاقة للناس اللي ليها أحلام، يعني غابت شوية. لما يعني غابت، طال الغياب عليها شوية، لما هيجي يوم وهتتراضي وربنا هيرضيكي من أوسع أبوابه، لأن ربنا ما فيش أكرم منه أبدا. فالصبر والاجتهاد والسعي ورا الحلم ربنا هيكرمك وهيوسعها عليك، سواء في شغل، سواء في تحقيق احلام، في تحقيق اماني. فربنا يوسعها علينا جميعا يا رب. ومن يتقي الله الحمد لله ربنا. اسعي واجتهدي وقولي يا رب واتقي ربنا في كل شيء. ربنا هيرزقك من حيث لا تعلمي ولا تحتسبي، ولا تقولي يا عبد، ولا تستنى عبد يديكي، ولا تستنى عبد يتفضل عليك، لان الفضل الاول والاخير لرب العالمين. هو اللي بيوسع الارزاق، وهو اللي بيفتح البيبان المقفوله، وهو اللي بيراضي، وهو اللي بصوا ما شاء الله. ربنا يا رب يكرمنا ويرضينا ويوسعها علينا.
انا بحب كل حاجه في مطبخي لحد المعالق، زي ما قلت لكم، لان اللهم لك الحمد جايباها بتعب وبمجهود، محدش اتفضل عليا من جيبه واداني، محدش قال لي خدي وهاتي، رب العالمين وحده اللي وسع في رزقي ورزق جوزي، وحققت كل احلامي. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فكل اللي له حلم اسعى واجتهد وقول يا رب وادعي وتوسلي الى الله، وهيجيلك يوم وهيرضيكي رضا ما بعده رضا. المهم حبايبي، مسكت التلاجة غسلتها غسلة حلوة كده بشوية مية سخنين وشوية صابون سايل وحتة سبونشة بقى اللي هي بتكون شبه السلكة دي. لان بصوا الغسالة التلاجة كان واقع فيها لبن زي ما شفتوا كده، فكانت محتاجة انها تتغسل غسلة حلوة، ونشفتها بعد كده بفوطة، وبعد كده جبت مناديل المطبخ ونشفتها حتة حتة تنتوفة تنتوفة زي ما انتوا شايفين كده هون، لحد ما خليتها فلة 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 فلة. اللي هيسألني على التلاجة نوعها هاير يا حبايبي، وما شاء الله من يوم ما جبتها ما شفتش فيها اي عيوب. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على الحبيب المصطفى بالصلاة على النبي. مسكتها الفريزر، كان بود ان انا افتح الفريزر، لكن لقيت فيه حاجات كتير، قلت لا خليها مرة تانية، يعني الشغل مش بيخلص، كل يوم في شغل وكل يوم في كحرطة في قلب المطبخ. فمسكنا التلاجة بقى زي ما قلت لكم. خلصت بكرة مناديل عليها، بس تنشيف وتنتيف كده، تنشيف وتنتيف. خلصناها بقى من جوه زي ما انتم شايفين، خليناها زي البفتة. هنجيب الملمع بتاع الازاز وهنلمع الباب من بره يا حبايبي، نخليه زي المرايه. اول ما جبت التلاجة دي كان في ناس بتخوفني وبتقول لي يا محا بلاش الاسمر، عشان الاسمر هيتبصم فيه الايدين، ولا بتبصم ولا اي حاجه والله العظيم. ما شاء الله تبارك الرحمن، لان في لون في التلاجات بيكون اسمر مطفي او مط، مش عارفه، مش واخده بالي من الاسم قوي. هو ده اللي بيبصم فيه، لكن اللامع اللي هو تحس ان هو زي الزجاج ده ما بيبصمش فيه ايدين، الا لما تكون اعزكم الله يعني الايدين مش نظيفه، او عيل واكل حلويات واكل حاجه فقط لا غير، ودي على طول بتمسحيها على طول في ساعتها ما تركنيش. بصوا بقى شويه الحب واللفلفه دول، ايوه مش بقول لكم اهو. سيبوكم التسجيل بقى وشوفوا موحة على الواقع هي وتلاجتها، اروح كده اديها بوسه واجي كده اديها بوسه، محدش يتريق عليا. انا بحب حاجتي يا جماعه لاني جايباها بمجهود وبتعب، والحمد لله بفضل الله عليا الحمد لله. مسكت التلاجة حبايبي مسحتها هيصة 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 هيصة، ولو وصلت لهيصة هيصة حط لنا لايك وتعليق يا ستي الكل. ايوه كنا حاطين هنا فوانيس وحاجات ورق كده على التلاجة، فهرجعها تاني دلوقتي عشان عمار ورضوى اللي كانوا حاطينها، فمش عايزاهم يزعلوا يعني. ولو اني اصلا تلاجتي في المطبخ زينة لوحدها، زينة المطبخ ما شاء الله تبارك الرحمن. دورت بقى عليها كلها، نسكت لحد كده الادراج بقى يا ست الكل، الادراج مكان الليمون بقى، ومكان قشر الاستفندي، ومكان قشر الطماطم، وعايزين دعكه محترمه يا ست الستات. مش بتحبيها؟ حبيها في النظافه كمان، حبيناه ومن حبيناه وصار متاعنا متاعه. نمسك بقى الارفف دي نغسلها غسله حلوه كده، وانا حاطه دفايه او ملايه واي جلابيه عندك قديمه، فوطه بتاعت مطبخ تحطها على الرخامه وتصفي عليها الحاجات بتاعت التلاجة. انا هغسلهم واسيبهم يتصفوا كده على اقل من مهلهم. غسلتهم غسله متينه. عايزه اقول لكم كمان ان انا عقمت التلاجة بشويه خل، عشان نسيت اقول لكم في التسجيل الاولاني انا عقمتها بشويه خل كمان بعد الغسيل. اللهم صل على الحبيب المصطفى. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حطيت الدفايه زي ما انتم شايفين كده، وبدات ان انا اكف عليها يصفوا، والرفوف نفس الموضوع. الرفوف دي ازاز، وازاز من المتين، مش عارفه هو ازاز صافي ولا ازاز منضاف له حاجه، لكن هو مش اكليريك، هو تحسه ان هو ازاز تقيل، ازاز منضاف له حاجه، مش عارفه خامته ايه، لكن انا كنت خايفه وانا بغسله بصراحه، لانه تقيل كانه ازاز
يعني كنت خايفة يتكسر بصراحة. فاللهم صل على الحبيب المصطفى، ركنت بقى كده على الحوض وبدأت ان انا اغسل الرفوف رف رف اهو، واحطهم برضو نفس الموضوع على الرخامة على الدفاية يتصفوا. وبعد كده همسك منديل من مناديل المطبخ انشفهم كويس جدا برضو و... و... اللهم صل على الحبيب المصطفى، اللهم ذكرني. وكمان اعقمهم تعقيمة حلوة بشوية خل. اكلنا وشربنا بقى والصيف داخل علينا، ده مش داخل، ده هاجم علينا هجمة مرتدة. الصيف ماله كده داخل متشمر لنا ليه؟ ده احنا لسه بنقول يا هاتي. بقالنا يومين الجو نار. الحمد لله رب العالمين، اللهم اجرنا من النار يا رب. وادي الرف بتاع الطماطم. الرف التاني مليان ملوخية ناشفة، فقلت ماليش لازمة ان انا اشيلها. انا بحط الملوخية الناشفة في الفريزر او في باب التلاجة. فانا عندي الرف بتاع الخضار التاني هم رفين فيها او درجين فيها، بحط واحد للخضار للطماطم وواحد للملوخية. لان انا دايما مفرزة عندي طماطم، فالطماطم اللي بتكون عندي بتكون على قد السلطة، لكن مش للطبيخ، فاهمين قصدي ايه؟ فبجيب مثلا، بخلي امي تجيب لي 5 كيلو 6 كيلو 4 كيلو الحاجات دي. اللهم صل على الحبيب المصطفى. طبعا زي ما انتوا عارفين احنا سوقنا مرة واحدة في الاسبوع، فبنجيب حاجتنا كلها في اليوم ده. بصوا حبيبتي، بصوا التلاجة بقت بتزغرط، بتدعي لي دعاء. التلاجة دي بتدعي لي دعاء، امي بتدعي لك دعاء. كنت فرشة فيها مفرش قبل كده معاكو، لكن حسيت ان هو مش عملي، وكل اللي بيمد ايده يجيب حاجة يشد المفرش يزحزح المفرش، فقلت لا بلاها المفرش خالص، انا هوجع دماغي ليه؟ شلت المفرش خالص من التلاجة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى. رصيت بقى الصوصات بتاعتي تاني، ورجعت الحاجات بقى اللي ايه، اللي ليها لازمة عندي. اي حاجة ملهاش لازمة او اي حاجة متاخد منها واتفتحت فترة في التلاجة وملهاش لازمة، خلاص بستبعدها خالص. المكسرات والسمنة البلدي والعسل بتاع الكنافة والليمون والعسل الجلوكوز والصلصة والحاجات اللي هي الضرورية والاساسية، مملاش وهبد التلاجة حاجات ملهاش لازمة وفي الفاضي. ازازة الشربات دي برضو ببقى عاوزها. ودي الطحينة، دي طحينة اهي ما شاء الله تبارك الرحمن. وادي الطماطم، بالصلاة على حضرة جمال النبي محمد وآل بيته الكرام، بالصلاة على النبي. اهو هبدأ أستف حاجتي بقى وأفضي حاجة السوق كلها. اليوم ده بصراحة كان يوم كله خير، كله خير. ايام ربنا كلها خير وبركه والله. بس اليوم ده بقى خالتي جات لي بعزومه رمضان، وبنت خالتي، وقبلها بليله كانت خالتي عند خالتي التانية عندي، وقبلها الليله اخويا. تبصوا كده تحسوا ان ما شاء الله شهر رمضان كله كرم. كله كرم. رخي يا عيني بيجري واحنا مش لاحقين نستغل رمضان والله العظيم يعني. مين يصدق؟ ده انا لسه مش نزلت لكم الفيديو الزينه بتاع اوضه عمار ولا اوضه البنات. شوفوا مين يصدق ان النهارده 16 او 17 رمضان، يعني الواحد مش متخيل الشهر بيعدي يعني. يلا كل سنه وانتم طيبين. رجعت بقى الزينه بتاعت العيال اهي، اللي هم حاطينها بلزق عادي، يعني مش اللزق اللي هو بيسيب اثر، لا ده لزق عادي. نمسك بقى الرخامة اللي ورا الحوض، لان هي مش كانت نظيفة برضو، فكنت بتحرجم عليها بقى لها كام يوم، وقلت خليها ليوم التلاجة. الحمد لله اللهم لك الحمد. مسكت الرخامة كده غسلتها غسلة محترمة، وبرضو اديتها بختين من الخل، ونشفتها بمناديل مطبخ برضو. كان عندي كام طبق كده الابرياء الصغار كانوا بياكلوا فيهم الصبح، عبده وعلي ونوسة. مسكت الحنفيات اهو. الحنفية بتاعت الفلتر دي احنا لزقناها كم مرة والله العظيم، زي ما يكون مش مكتوب لنا، يعني مش لنا حظ في حنفيات الفلاتر ده. برضو قبل كده ركبت واحدة في العاشر والله اتكسرت، وبرضو في المطبخ القديم والله برضو اتكسرت. ملناش حظ في المطابخ في الحنفيات بتاعت الفلاتر. وانا عايزه اشيلها. طيب في حاجه ممكن ان انا اشيل الحنفيه واحط طبه او اي حاجه مكان الحنفيه عشان ما يسربش ميه تحت الرخامه؟ قولوا لي كده لو حد عنده اي، او حته كاوتشه بتيجي مخصوصه للحوض، في ولا ما فيش؟ كده انا خلصت اهو، عقمت الحوض والرخامه من ورا بشويه خل.
هنا بقى كانت خالتي جات لي، قعدنا مع بعض شوية، وبنت خالتي كمان كانت معاهم كريمة، ربنا يديها الصحة ويبارك في ولادها يا رب. كانوا جايبين لي حاجة رمضان. أنا في اليوم ده كان عندي فول أخضر كنت أعمل كشري فول أخضر وإيه وشوية بطاطس وشوية سلطة بصراحة. لكن جالي دكر بط متنضف، وكان متنضف صابح لسه يعني. أركنه؟ لا والله. أحطه في التلاجة يتلج وأرجع تاني أفكه؟ لا والله، الصابح ينطبخ صابح. أيوة اسمعوا مني. عندك محشي يا حاجة حنان؟ محشي له وقته، خلينا في الوقت الحالي. دي العزومة بتاعت رمضان اهي. ما شاء الله تبارك الرحمن، نودي لها كده يا رب في فرح محمود ومحمد وهي فرحانة بيهم. هنا كنت بقول لكم ان انا كنت ناوي اعمل كشري فول، هعمل برضو كشري فول لان انا نفسي فيه انا وابو عمار، مش عملناه من زمان. يمكن اخر مرة اكلت الفشري الفول في العاشر. من زمان ما اكلتش الكشري الفول والله، كان هافف علي. المهم كنت مفصصاه ومجهزاه ومحضراه. بس بقى الخيرة فيما اختاره الله، لازم ذكر البط ينام جنب حلة الكشري. لميت الحاجة بقى اللي خالتي جايباها، جايبة رز وسكر وحاجات من الحلوة اللي انتوا شايفينها دي ما شاء الله. دي عزايم عندنا يا حبايبي، بتروح ناشفة كده للحبايب. يعني انا بودي برضه لاخوات ابو عمار نفس الطشت ده، او نفس الشيلة دي لاخواته. حتى لو انا هعزمهم حتى في بيتي لازم برضو بنودي لهم عزومة رمضان. غسلنا الذكر غسلة متينة، وانتوا عارفين غسيلي في الطيور. حطيت بس معلقة سمنة بلدي، وحطيت كمان جزر، وحطيت لورا وحبهان وبصلتين، وهنشوح بقى الذكر بتاعنا على نار هادية ياخد ويدي بشكل ودي. وبعد كده هنضيف له المية بتاعته عشان نعمل شوية شوربة محترمين، شوية شوربة محترمين جنب كشري الفول من شوربة ذكر البط المتين. اهو. قال ده يتحط في التلاجة يجمد وارجع اطبخه تاني؟ لا 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 لا، عندناش الكلام ده. الصبح زي ما قلت لكم صوابح، مفيش فيها كلام. ايوه. عصر الطماطمايه كده هو عشان تخلي الشوربة حلوة. وهنسيبها بقى ايه على نار متوسطة كده لحد ما يسلي كل اللي فيه. نسكت؟ جالنا ندهة المندوب بره يا حاجة حنان، اللهم صل على النبي. مش قلت لكم اليوم الحلو حلو؟ اللهم صل على الحبيب المصطفى، وربنا يحلي ايامنا جميعا. ده اوردر كده طالباه، مش حاجات مطبخ ولا حاجة، لا. يعني سكر بودرة وحاجات من اللي هوريهولكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي، عشان حاجة العيد بقى. كل سنة وانتم طيبين، ونبدأ بقى فيديوهات العيد علينا وعليكم بالخير. الدكر هنا ما خدش وقت ما شاء الله تبارك الرحمن. ندخل بقى نحمر شوية لسان عصفور، ونعمل شوية شوربة خضار حلوين. لان بصراحة ما عملتهاش برضو غير مرة واحدة في رمضان. فحطيت كوبايتين لسان العصفور زي ما انتم شايفين كده. هقطع معاهم حطيت معلقه سمنه بلدي، وبعد كده لسان العصفور هنشوحهم لحد ما ياخدوا لون. واقطع بصلايه صغيره خالص خالص خالص، عشان عيالي زي ما انتم عارفين مش بيحبوا البصل في الاكل. فاحنا هنبقى نقطع بصلايه تنتوفه كده. ومعايا كوسه ومعايا جزر ومعايا بطاطس، ولو عندك فاصوليا او بسله ضيفي، بتكون حلوه وحلوه للعيال كمان اللي فتره طول النهار. فانا يوم اللي الشوربه بتاعت لسان العصفور او شوربه الخضار دي بحب ان انا ازود، عشان عيالي بيشدوا فيها طول اليوم. كان عندي هنا سنه توم بسيطه، شايفين السمنه البلدي ما شاء الله تبارك الرحمن. اهو. شوحنا البصلايه، هننزل بقى بالكوسه وبالجزر والبطاطسايه. تشويحه حلوه كده مع السمنه البلدي ولسان العصفور. رشه ملح على توابل كده. اللهم صل على النبي الهادي. اذكروا الله وصلوا على الحبيب المصطفى وزيدوا النبي صلاة. وادي الدكر بتاعنا خلاص تمام التمام كده. الشوربة بتاعت الدكر هستغلها في الحاجتين اللي انا هعملهم، اللي هي شوربة الخضار، وكمان هسقي بيها الرز الكشري. كشري الفول الاخضر ده يا حبايبي من الاكلات المصرية الاصيلة. كانت حماتي ربنا يشفيها ويعفو عنها يا رب، كانت لهلوبة في طبيخ الكشري ده ما شاء الله تبارك الرحمن. نعمل بقى كوباية عصير متينة كده، وكوباية عصير جوافة فريش يعني من اللي قلبك يحبها. كان عندي علبة لبن، كيس لبن
اللهم صل على النبي الهادي، متلج زي ما انتوا شايفين. حطينا كمان السكر والجوافة وحطينا كيس فانيليا. لو عندك كيس كريم شانتيه يا عيني بيديلها قوام وطعم حلو، وكمان اللبن البودرة. بس انا شايله من الجوافه البذر اصلا وانا بقطعها، يعني مش هتحتاج تصفى ولا حاجه. ندخل بقى على الكشري الفول، وما ادراك ما الكشري الفول وجماله. معلقه سمنه بلدي، وحطينا الفول يتشوح مع معلقه السمنه البلدي، وفص توم وبصلايه صغيره برضو، وهنسيبهم يتشوحوا وياخدوا ويدوا بشكل ودي كده على ايه، على الهادي يا زبادي، لحد ما ريحه الفول تفحفح كده في البيت مع التومه والبصله. وهنا الدكر كان خلاص خلص. هندهنه دهنة صلصة خفيفة على الوش، ونحطها في الفرن الكهربائي تتحمر لحد ما ميعاد الفطار هنطلعه. نرجع بقى للفول اتشوح وبقى ريحته بتزغرط. الحبات الفول كانت بتزغرط في الحلة زغرطة. ننزل بقى بمعلقتين صلصة، وهنا اختياري، حابة تضيفي صلصة ماشي، مش حابة تضيفي صلصة خليه أبيض عادي خالص زيه زي الكشري الفول العادي أو كشري العدس الأصفر. لكن انا بحب اعمله معلقه صلصه كده او شويه طماطم مفرومين، وده على حسب ما انت عايزه براحتك. بس بما ان احنا عندنا شوربه هنعمله زي الرز الاحمر مثلا. بس كده، وهننزل بالرز بتاعنا اهو. هنحط نظبط بقى الملح بتاعنا. كشري فول وشرب كمان شويه شوربه. الله عليك يا حاجه حنان، فنانه فنانه. حلو قوي. وادي اللسان عصفور الخضار بتاعنا خلص ما شاء الله تبارك الرحمن. هنعمل شويه سلطه. بس تعالى اوريكم شكل الكشري بعد ما خلص. محدش يعرف يطلع حلة الكشري بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، خلي بالكم. يا يطلعوها حصى يا يطلعوها معجنة. كلكم زي العسل ما شاء الله تبارك الرحمن. بس لازم انفخ في نفسي شوية. اللهم صل على الحبيب المصطفى. بصوا كده. وادي الدكر كمان خلص. اللهم صل على النبي الهادي، شايفين ما شاء الله. وغرفنا وكان ده فطارنا يا حبايبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى. مخلل مشكل وشوربة لسان عصفور وكشري فول وسلطة خضراء، وكان الله بسره عليم. واللهم لك الحمد، صوما مقبولا وإفطارا شهيا. كل سنة وانتم طيبين. واستغلوا الحبة اللي فاضلين بقى في الشهر الفضيل، ادعوا وألحوا إلى الله بالدعاء بكل ما تتمنوا، وربنا ينولكم اللي في بالكم ويرضينا في ولادنا جميعا، وطلاب الثانوية ربنا يرضينا فيكم، اللهم آمين. ما شاء الله تبارك الرحمن. كده تمام التمام. اشوف وشكم على خير، وما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو.